هاقول لك على هدية عظيمة، قبل ما تنام قول الذكر ده، والذكر ده مش أي ذكر، ده مفاجأة عظيمة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: "من قال إذا آوى إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجني من النار." فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. يعني إيه الكلام ده؟ الخلق مش بس بشر، الخلق هم كل اللي ربنا خلقهم في السما والأرض وفي البحر، الطيور وهي طايرة، الحيوانات بكل أنواعها. كل حيوان ربنا خلقه ليه حياة وليه دور وليه تسبيح خاص بيه. الطير وهو طاير مش بس بيدور على رزقه، ده بيسبح. الحيوان وهو ماشي في الأرض مش تايه، ده ماشي بنظام وبيسبح بحمد ربنا. السمكة في البحر ما بتغرقش ولا بتضيع، لأن ربنا سبحانه وتعالى سخر ليها مكانها بتسبحه في صمت. كل المخلوقات بتسبح بحمد ربنا طول اليوم، في كل ثانية وكل دقيقة، بس احنا اللي مش فاهمين تسبيحهم. حتى الحيوانات اللي بنعدي عليها مش فاهمين ربنا خلقها ليه. ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان تسبحه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل مخلوق في الكون بيسبح بحمد ربنا. وانت يا إنسان يا ضعيف، يلي بتتعب وتغلط وتنسى، مجرد ذكر، كلمة طالعة من قلبك تخليك كأنك حمدت ربنا بمحامد الخلق كلهم. شوف قد إيه ربنا عظيم وقد إيه رحيم وبيحب الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحانك يا أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد. ربنا مطلبش مننا كتير، طلب قلب ولسان يذكر، وادى على القليل أجر عظيم. فلما تقول الذكر ده قبل ما تنام كأنك بتقول: يا رب أنا بحمدك بالحمد اللي الطير بيسبحك بيه، والحمد للحيوان بيحمدك بيه، والحمد لكل مخلوق في الكون بيحمدك بيه يا رب العالمين. متنساش تصلي على النبي. لو عجبتك الحلقة لايك واشتراك.